الشامي. ترند الشباب قاهر قلوب العذارى حتى المرتبطين يعني. الموضوع صار أكبر من إنه مجرد فنان وفي معجبات حواليه، صار الموضوع غير أخلاقي يعني بامتياز. لدرجة إنه في واحدة مرتبطة من معجبينها تركت خطيبة أو الشخص اللي بتقول عنه صاحبته وخلص ارتبطت صارت واحدة من أكثر من فانزات الشامي، انتقلت الليفل تبعها صار فوق. فيديو اليوم راح يكون عن معجبين الشامي وعن فيديوهات للتيك توك عن غنيته الجديدة. معكم عزازيل، قولوا والله يا رجال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الزلم والصبايا؟ رايقة صبايا بيبي، كله تمام ليكو. يعني بداية هذا الفيديو ما تنساني باللايك وتشير ولغيرك ما تغير، مش عارف شو يعني، بس فبليز يعني كتر لي من لايكاتك يعني، بس عشان هيك الوش البشوش تبعك ما عم بقدر شوفه بالكومنتات. هلا خلينا نفوت بصلب الموضوع. الشامي اكيد ما في حدا هلا بالوطن مش بس العربي والاوروبي ما بيعرف مين الشامي وعبود الشامي. طبعا بعد نزلته على البلد مع حبيب القلب فكرنا هذا الترند وقفلت لهون، لا الشامي هذا يبلاني بقطع لساني وهون بده يخلص الترند تبعه، مستحيل. لازم يكون دائما في شغلات لقدام مع عمك الشامي. الموضوع بلش لما كان بحفله بلبنان بمنطقه اسمها البترون، فهي المنطقه مشهوره بالحفلات، يعني ما بعرف زي المنطقه مشهوره بالحفلات، بس انه هو لازم يعمل حفلته بالبترون وعمل حفلته بالبترون، وكان هناك الملايين من المعجبات والمعجبين والمشاهدات غير اخلاقيه. طبعا هو ما خصه بشيء يعني، كان فصار خصه بشيء بعد هذا الفيديو. خلينا نوقف لحظة. شايفين هذا الشاب المعرض اللي هون، هذا اللي لابس نص بطن، هذا اسمه نيكول سابا، نفس الممثلة المصرية اللبنانية يمكن، بس مش هو ذاته، هذا واحد ثاني. حبيبنا نيكول هون قررت هي بالاحرى، هي بنت تمام، بس هي بتوحي على نيكول شاب اكثر من نيكول البنت، فما بعرف شو صار معه ونطت على معجبين. ما بدي خبص كثير، شوفوا. هون كارول كانت حتموت لتيجي وتاخذ رشفه من رجفات العبيط العطاط يعني للشامي. هون الشامي كان عم يمثلها باذنها، ليك بوس ايدك اتركني بحياة اللي خلقك. النفس الاخير كان يعني، بس هو ما بعرف شو يعني. هي ما بعرف، كارول نيكول ما بعرف شو بقى، ما حبت تنزل. طبعا هي نيكول حياتها كانت كتير عادية قبل الشامي، لدرجة انه مثلا فيديوهاتها كانت تتضمن عم تغني، عم تعمل شيء، عم تسوي شيء، مثل ما هلا حنشوف مع بعض. اذا فتنا هلا لصفحتها حنشوف بذمتكم شو نيكول شاب ولا بنت؟ بنت تمام. بس شوفوا مثلا هيدا واحد من الفيديوهات، هيدا فيديو تاني مثلا، هيدا فيديو ثالث. كانت فيديوهاتها هيك عاديه كثير. هلا الشامي ما بعرف اعمل لها ريبلاي على كل الفيديوهات طبعا، ما بعرف شو صار. معقول الشامي معجب بنيكول وخلص قرر يفوت على نيكول يتكل على الله؟ طبعا فيديوهاتها هيك كلها كانت لحد ما شافت الشامي قلبت الفيديوهات كلها، صارت الفيديوهات كلها عن الشامي وبس مثل هلا. تفضل هيدا اول فيديو. هون من اللحظه اللي هي كانت عم تحكي مع هيدا البودي جارد اللي هو اصلا حمل لطلع على الشامي. هذا الفيديو الثاني كمان لسه صارت صفحتها عباره عن الشامي وبس. تفضل شوف. حمل معلم، ما راحت الحمل، انا شفته هلا بدي احط لكم اياه الفيديو. شوف حمل معلم ليطلع لعنده، واخر شيء صار التعبيط والما بعرف شو، وطلعت عالم بلاوي زرقاء تحكي عن هالموضوع. طبعا نحكي واقع، هيدا شيء مش لازم موجود ببلادنا ومحظور نسبيا، لانه ما عندنا الشيء هذا بواقعنا المجتمع الشرقي يعني مثل ما بنقول.
فهذا الشيء من اكبر الغلطات اللي صارت. ولكن المصيبه الكبرى انه الشامي حط هيدا الفيديو ستوري عنده، ما بعرف كيف بطل صار بدل الشامي صار مثلا من هيجربرج مثلا. هي هيجربرج يمكن شيء بالمانيا مش عارف يعني، بس تصدق شوف معي كيف حطوا ستوري. اقتضى التوضيح انه ما حط الفيديو تبع نيكول، حط فيديو افظع من تبع نيكول. هيدي الستوري كان. هذا التليفون بسرعه دخلت ايدك يلا صوروا بدنا نمشي يلا دخيلتي بتقلبك يعني. الشامي واحد تمجيء غير الكلام ال 2018 بلا باي لكن شفطيه معي. فالموضوع بلش يكبر عن الشامي الصراحة. صار في المعجبات عم تعبر بطريقة مزبلة، صارت يعني فينا نحكي واقع انه هي طريقة التعبير مزبلة، يعني طلعت عن الحدود. هي نيكول تركت الشخص اللي بتحكي معه كانت من وراء هالمواضيع، وهي ابصر بقى يقبرني مثلا. ما فينا نحكي عشان ما نتكفكف يعني على اليوتيوب مثلا بالغلط. طبعا المعجبين طلعوا عن السيطرة، مش بس البنات، يعني أنا كنت متوقع بس البنات، ولكن الموضوع كبر كتير، صار حتى الشباب يعني لهم تصرفات خارقة عن الطبيعة. هلا أنا بتفهم إنه في حب للشامي، بس مش بهالطريقة اللي عم تصير، إنه مش غيرة أبدا، بالعكس أنا بتمنى له الخير. الشامي من الأشخاص اللي أنا سمعت لهم منيح أغاني، ولكن الموضوع بلش يطلع عن السيطرة يعني بين شباب وصبايا. يعني في فيديو له الشباب قاعدة عم تركض وراه هي والبنات، هو ماشي بالسيارة وحشد ورا حشود معلم، مش عارف ليه. المصايب انه الصراحة اللي عم بيصير انه البنات صغار، فيك تقول يعني اول طلعتهم او في شيء تحت 18. ما في لا رقابة اهلية ولا حدا يعني وعي هالاشخاص شو عم بيصير. يعني حتى في عم يحكوا انه غيره بين البنات للموضوع. يعني مثلا وقت طلعت هي نيكول، شوفوا البنت شو كانت عم تقول مثلا، لو من باب المزح بتحسوا في شيء، وين الغيره بالموضوع وين ترباي وين كذا، في شيء كثير شغلات ناقصه الصراحه مش عارف لاقيها يعني. طيب هي البنت انه شو عمرها؟ شيلي ايدك. قد ايه عمرها؟ تحت 18 ولا ما تحت 18؟ هاي ما بدها اغنيه بدل الشامي في منزلي انثى السنجاب. في منزلي انثى السنجاب دق دق الباب. هلا خلينا ننتقل لفيديوهات تانية على التيك توك، كيف كانت الاجواء بغنية الشامي، لانه بعتقد لازم تكون الاجواء احلى من هيك واطرى. شاكيرا بالمسبح، وهضطر اقلب الفيديو لاسباب امنية. شوف فيديو تاني. يا لا انا الخياط بحبالي انا الخياط حايك نجوم الليل حالف لشوفك هيك. كثير صغار يا عمي كثير صغار. هدول امتى عندهم تيك توك صار؟ انا امبارح نزلت التيك توك. هدول شو وضعهم؟ واي وار لا هيديك وار ار يو جاي ما خصها سافل، سوري بالغلط. طيب خلينا نحكي شوية منطق بنهاية هذا الفيديو مشان ما نكون هيك عم نحكي بس. أول شيء الشيء اللي صار مع البنت اسمها نيكول كتير غلط، بعيدا عن المسخرة كلها وبعيدا عن التنمر وما تنمرنا وما بعرف شو. أنا ما بقدر الصراحة أحكي بدون ما أتنمر، فلازم خلص أبدع بهذا الشيء اللي عم بعمله. فعن جد نيكول إنه غلط اللي عملتيه. ما بعرف إذا هيدا الشيء طبيعي عندك، بس إنه غلط صراحة، يعني نحكي واقع. هذا غلط، واي حدا بيعارضني على هيدا الشيء يحط لي بالكومنتات تحت عادي ويعطيني السبب والوجيه. تمام، لانه انا سبب الوجيه انه نحن كمجتمع شرقي ما عندنا هيدي الامور، وعم نعود البنات وشغلات غريبه، وبكل الاديان هيدا الشيء مش موجود. ما بعرف كثير نحن تفتحنا بهي الايام، صار عندنا كثير شغلات عاديه ما بصير. لازم نرجع للواقع بقى اللي نحن فيه. وتاني شيء الكلام اللي عم ينقال، ما سمعت شاب نزل قال له يقبرني قلبك للشامل هلا يعني. ليه بنت بدها تيجي تنط تمجقه وتقول له هالكلمتين وتضلها فالة؟ مش فاهم الصراحة. في شغلات ما بتدخل العقل صارت.
عن جد لازم نعمل توعية كاملة لهيدا الجيل من وراء هي الاشياء، لانه بلشت تصير اغلاط. مش بلشت، صار اغلاط، صار وعم تكبر. يعني هي حفلة واحدة بالباترون هيك عملت، ما بقى حفلتين ثلاثة انسى. طار الشامي معلم، حلق. اذا عمل لها ريبلاي على نص فيديوهاتها، شو بتتوقع اخر شيء يعني؟ مثلا هتلاقي حفلة شو خطوبة الشامي ونيكول سابا، ركض معلم. الحلقة الأخيرة كانت هي. فهيك بنكون خلصنا الفيديو. كان معكم عزازيل، عم نحكي شوي عن الشامي وفن ذاته. وهلا قبل ما تفل وتشمع الخيط كالعادة بدون لايك بدون شيء، احضر هذا الفيديو، احضر هذا الفيديو، وهلا سلاحف بالملاحف.